السلام عليكم يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد بس هالمرة معانا ضيف محمود. السلام عليكم. عليكم السلام. المهم يا جماعة، آخر فيديو نزلناه كان عن مقابلة حاج موسى، وقت حاولت قابله وفشلت. ما شاء الله الفيديو جاب تفاعل جدا منيح، كشخص صار له قاطع سنة عن فيديوهات طويلة. فأنا نزلت ستوري على الانستا، حكيت هل بدكم أرجع أعمل فيديو تاني عن مقابلة حاج موسى بعد ما قابلته؟ لأنه يلي ما بيعرف، أنا قدرت قابل حاج موسى يا جماعة بعد ما حاولنا يمكن 4 مرات أو هيك شيء. حاج موسى عمل لي فولو ومن هي الحركات. مبدئيا شو رأيك محمود أنت بالشيء اللي صار؟ والله هذا شيء يعني كبير، ولا انا ولا انت كنا نتخيل انه يصير هذا اليوم صراحه. صراحة نعم عن يا جد. جماعة، كنا متخيلين انه ممكن نقابل اوكي، بس ما كنا متخيلين تكبر قصة لهالدرجة. وكثير ناس عم تبعت لي حمزة اشرح لنا كيف صارت المقابلة الثانية، لأنه أنا بس نزلت ريل. ما شاء الله الريل على الانستا وصل 2 مليون مشاهدة و100 ألف لايك، لا 200 ألف لايك. على التيك توك 90 ألف لايك، وكمان مليونين مشاهدة وهيك شيء. فلهيك صار لازم نطلع ونوضح شو صار بالضبط، لأنه أنا ما حكيت بالتفصيل أبدا من الريل. تمام؟ فبهذا الفيديو راح تشوفوا كيف قابلت حاج موسى، كيف بلشت القصة، شو حكيناه بس قابلناه، شو عملنا، والطابات مين ربحهم ولمين راح يروحوا. طابتين موقع عليهم حاج موسى شخصيا، فراح ابعتهم للشخصين اللي فازوا. ويلا ندخل الفيديو. مبدئيا يا جماعه بلشت القصه من فتره، انا رحت قابلت لاعبين المنتخب الهولندي، فنزلت ريل طبيعي، والريل يعني كثير نال اعجابكم، فكثير ناس صارت تكتب لي حمزه قابل حاج موسى، قابل حاج موسى، قابل حاج موسى. فانا شوي صفنت فيها، فكرت انا من قبل مقابل اكثر من لاعب مشهور، وكان على طلب المتابعين كمان. مبدئيا كان هذا الشيء كثير صعب بالنسبه لي، انه لاعب بيلعب بفاينورد وهيك صعب انه قابله. ولكن بالاخير قررت ونزلت فيديو، وكثير فيديو الحمد لله كثير ناس عجبتهم الفكره. كملت نزلت فيديو الثاني، اول مره حاولت ما قدرنا، حاولت مره ثانيه كمان ما قدرنا، حاولت مره ثالثه رحت على الملعب وهيك، ورحت على ملعب التمرين كمان ما قدرت قابله ابدا، مع اني شفته بعيوني وما قدرت قابله. يلي شاف حضروا الريلزات بيعرفوا هذا الشيء. بس اخر مره يا جماعه رحت بشكل جدا طبيعي، فجاه رفقت من النوم، حطيت الطابات يلي بدي يوقع عليهم لاعطيهم للاعبين المتابعين عفوا. رحت بشكل جدا طبيعي وبشكل جدا عشوائي، ما كنت بعرف اذا رح قابله ولا لا. رحت بعد التمرين استنيته، وقتها يا جماعه ما كان في غير شخصين، وبالصدفه بيطلع حاج موسى. حكيت معه يا جماعه وقابلته وصورت معاه وخليته يوقع الطابات وكل شيء. صراحه جدا كان محترم وكثير كان متواضع صراحه. انا كنت متوقع يكون متواضع وهيك، بس مو لهالدرجه هي. فيب هذا اللي صار. المقابله رح احط لكم اياها للناس اللي ما حضروها، رح احط لكم الريل تبعي اللي قابلت فيه حاج موسى مشان تفهموا شو اللي صار. فاحضروا الريل ومنكمل. واخيرا قدرت اقابل النجم انيس حاج موسى. المرة الماضية حاولت اني اقابله وفشلت، وكتير عالم صارت تستهزئ فيني وتحكي انه مستحيل اقدر قابله، بس يلي صار اليوم مستحيل اقدر انساه. مبدئيا فقت، وبصراحة اليوم ما كان عندي ابدا خطة واضحة. جهزت حالي، واكيد ما بننسى الطابات، لانه يا جماعة نحن وصلنا 175 الف، وراح اوزع لكم هدول الطابات بعد ما يوقع عليهم اللاعب. كل يلي عليك انك تعمل فولو وتعلق. بعد كم يوم راح يكون السحب تلقائي من الكومنتات. أصبحنا وأصبح الملك لله. ركبت بالترام ورحت على محطة القطارات. ركبت بالقطار وشوفوا كيف كان الجو يا جماعة. وصلت على روتردام وفورا رحت على ملعب فاينورد. ولكن بعد ما وصلت على ملاعب تمرين فاينورد حاج موسى أخيرا. بستنى حاج موسى، واخيرا بيطلع. Hi. You liked my story. الطابات رح أحاول يوقع لي هنا. How can I meet you, like take photo with you? Now we can. No. Of course we can. I saw you first, but I didn't saw you last time. وهون حكيت انه هي ثالث مرة بحاول قابله. If I saw you, wallah, I stop when I go. Thank you very much. That's why I like your post. I make 3 videos. هون وقع لي الطابات يا جماعة، وانصدمت من كمية التواضع واللطافة بالمعاملة. Finally. Thank you very I'm much. so sorry, wallah. No problem. It's not my fault. Oh, it's not my fault. No problem. Thank you very Thank you much. so much. And did you like my videos? I saw, wallah. I'm gonna. Really? Can I record? Yes. You do? Wallah, I saw. Okay, thank you very much for this. Oh, no, that's amazing. No, guys. Thank you. يا جماعة عن جد كتير كنت مبسوط، وكتير فخور اني قدرت اقابل اللاعب، وفخور باخلاقه وطريقة معاملته. شكرا لكم على المحبة وعلى دعمكم الي، واكتبوا لي مين اللاعب الحابين قابله المرة الجاي. سلام.
طيب يا جماعه رجعنا لكم مره ثانيه بعد ما حضرتوا الريل. مثل ما شفتوا الريل خرب الدنيا، والريل كتير كان حلو يا جماعه، صح محمود؟ اي والله. يلا يا جماعه رح نبلش بالاسئله تبعكم، سؤال سؤال. طبعا انا ما بعرف الاسئله، محمود رح يسالني الاسئله اللي اجت على الستوري. تفضل محمود. اول سؤال بقول لك احكي لنا بالتفصيل عن هذاك اليوم. بالتفصيل يا جماعه، انتم شفتوا كل شيء بالريل، وشفتوا بدايه المقطع حكيت لكم انه كيف بلشنا السلسله وهيك، فاتوقع ما ضل تفصيل اكثر من هيك. عندك آية بتقول لك كيف كانت شخصية أنيس حاج موسى؟ صراحة يا جماعة والله جدا متواضع وجدا أكابر وجدا حباب، تلاعب حرفيا قلبه طيب، هيك شيء اجتماعي يعني كهو كشخص. أما هو كلاعب صراحة أنا حضرت مبارتين له بعد ما قابلته، ما شاء الله تبارك الرحمن، جد لعيب ما شاء الله، فخليفة محرز فينا نحكي. طالما جبت سيرة محرز، عندك مريم بتقول لك شو سر حبك للاعبين الجزائريين؟ صراحة يا جماعة أنا بحب كل اللاعبين، قبل كنت أعمل مقابلات لاعبين عراقيين، فأنا بحب كل اللاعبين، وأنا بشكل عام مقابل لاعبين عرب تمام، ولكن طلب الكبير منكم هو اللي خلاني أعمل هذا الشيء، لأنه حرفيا كثير عم يجيني مسجات وكثير ناس عم تعلق لي، وبعد ما قابلت حاج موسى كل العالم عم تقول لي حمزة قابل ماذا، قابل زروقي، قابل كذا، فهو أنتم عم تحبوني أكثر باللاعبين، وتواضعهم وأخلاقهم كمان عم يخلوني أحبهم صراحة. طيب عندي سؤال هون عجبني صراحة، هل حاج موسى بيحكي عربي؟ حاج موسى بيحكي عربي ايه، بس انا ما كنت بعرف، انا حكيت معه انجليزي، فبعد ما نزلت ايه والله، فبعد ما نزلت الريل محمود كمان ما بيعرف، بعد ما نزلت الريل كتير ناس عم يكتبوا لي انه حمزه انت ليش ما حكيته عربي، فانا بحثت عن الموضوع اللي طلع جد بيحكي عربي حاج موسى وبيفهم عم صبندلت. في هون سؤال بقول لك كيف كان شعورك لما قابلته؟ صراحه شعور فخر اول شيء، وانا لانه يا جماعه لكم شيء، انا كنت كتير مضغوط، كتير ناس كانوا عم يكتبوا لي ما راح تقدر وكذا ومدري شو، عم يحطموني حرفيا، فانا كنت كتير مضغوط انه بس بدي اقابله وانزل بوست معه، عرفتوا انه لتشوفوا انه قدرت اعملها، كان شعور فخر وراحه حرفيا، ارتحت وهذا يعتبر شوي تسريب. تمام. مين تتوقع راح تقابل بالفيديوهات الجاي؟ اللاعب الجاي راح نقابله اللي هو راح يكون زروقي ان شاء الله، واللاعب اللي بعده ان شاء الله مازا بيلعب بليفركوزن، راح يكون شيء جدا صعب برا هولندا، فراح تكون رحله جدا قويه، فيب. كمان سؤال حلو، اكثر شيء كان واقف قدامك لتوصل لحاج موسى؟ صراحه البعد، نادي فاينورد بيبعد عنا ساعه وربع تقريبا بالقطارات، والمدرسه يا جماعه انا عندي مدرسه ورمضان، يعني 3 اشياء، رمضان، المدرسه، دوام المدرسه، والبعد. الدنيا رمضان غيب عن المدرسة وأروح ساعة وربع وما أقدر أقابله، أرجع تعبان على البيت، حاول لحق إني أفطر أرجع اليوم الثاني، فرمضان والمدرسة أكتر شيء، دوام المدرسة. طيب في واحد عم بسألك عن الجائزة اللي كنت راح توزعها، على أساس كنت راح تجيب تيشيرتات وتوقع عليها، ليش جبت كرتين ووقع عليهن بدل التيشيرتات؟ يا جماعة التيشيرت حقه 100 يورو. سبب مقنع. شلون بدي اجيب تيشيرتين 200 يورو غير تكاليف القطارات وكذا، فصراحة ما قدرت اجيب تيشيرتات، جبت كورتين، وكمان كورتين كان حقهم شي 100 يورو التنتين سوا. سؤال كتير قوي، بما انه صرتوا اصدقاء على الانستا وتابعك، شو رأيك تعزمه على فيديو معك على اليوتيوب؟ بصراحة سؤال جدا قوي، وبحس مستحيل، ما بعرف، توترت يا اخي صراحة، عجبتني الفكرة بس بحس كتير صعب. طيب يا جماعة بعد ما شفنا الأسئلة راح أحكي لكم شيء، في كتير ناس بيحكوا لي حمزة نحن بدنا نقابل حاج موسى، نحن ساكنين بباريس ورح نجي على هولندا يومين 3 ونحابب نقابل حاج موسى، شو فينا نعمل؟ طيب يا جماعة فيني أحكي لكم شغلات كتير سهلة تمام، حتى تقدروا تقابلوا حاج موسى بدكم تروحوا على تمرين نادي فاينورد، تمرين نادي فاينورد من الساعة 11 للساعة 3 ليخلصوا، تستنوهم بهذا التوقيت، ما بتعرفوا ايمت ممكن يطلع حاج موسى او ايمتى ممكن يطلع اي لاعب تمام، فلازم تروحوا بهذا التوقيت، وكل يوم عندهم تمرين تمام. حاج موسى بيطلع بسيارته مثل كل اللاعبين، فانتم بتكونوا واقفين برا، اذا وقف لكم ما وقف لكم ما بعرف، بيكون حظك سيء، ولكن حاولوا خذوا معكم علم الجزائر او كنز التيشيرت المنتخب الجزائري، اتوقع يوقف لكم اكيد وبس. ومشان موقع نادي فاينورد بتلاقوه على جوجل، بس اكتبوا فاينورد ستاديوم او هيك شيء، او اكتبوا ديكوب، يمكن اسمه ديكوب او هيك، المهم اكتبوا فاينورد اف سي ويطلع لكم. شكرا كثير على دعم هي السلسله صراحه، يعني صارت كان شيء جدا مجنون، اتمنى تكونوا بهذا الفيديو استفدتوا وعرفتوا شغلات تانية. بحبكم كثير يا جماعه، احكوا لي عن اللاعب الجديد بدنا نقابله، احكوا لي تحديات كمان ممكن نعملها، ويب. استنى، ايمتى رح توصل الطبقات للمتابعين اللي فازوها؟ مو طابات، طابات فازوا. انا حاليا فازوا شخصين، منيح ذكرني محمود، فازوا شخصين، تواصلت معهم انا على الخاص، وحاليا عم حاول الاقي طريقه ابعث لهم فيهم الطابات، فالطريقه الوحيده اللي لقيتها هي DHL، فانا رح احاول ابعث لهم اياهم عن طريق DHL ويب. وايمت ما بعرف لا اقدر اعمل هاي الطريقه، بس لما اعرف ايمت رح يوصلوا او ايمت رح ينبعثوا فورا رح اخبر الاشخاص، ورح انزل لكم ستوري اخبركم. شكرا لك كثير اليوم، يلا يا جماعه بنشوفكم بعد مقابله اللاعب الثاني. فولو يا جماعه، سبسكرايب يا جماعه، سبسكرايب مشان نوصل 100,000. شكرا لكم جدا، بدنا نجيب عقبال ما نقابل رونالدو ان شاء الله. سلام.
30 دقيقة يا زلمة.